في لحظة ممكن تضطر تسيب كل حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم وقف على أطراف مكة والدموع في عينيه وهو بيقول: لولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وبعدها دخل مع أبو بكر إلى غار ثور. المشركين واقفين على الباب وأبو بكر يقول: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فيأتي رد النبي صلى الله عليه وسلم بثقة في الله: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وبعد أيام من الخوف والخروج من الأرض اللي بيحبها يصل المدينة وتبدأ بسمة جديدة، نور جديد. كل فراق ممكن يكون بداية لنور لم تتخيله. ابدأ بثقة، رحلتك في النور بدأت.